شنو هي الاعراض اللي كتبين ان كاين عند الوليد ديالنا سرطان؟ واي من السرطانات غتبداي به؟ نبداو بالشائع اللي هو ديال الدم، اللي هو سرطان الدم. نبداو به ومن بعد الوغ ما بين الاعراض كاين واحد الاعراض اللي هي سبيسيفيك خاصه لكل نوع ديال السرطان، وكاين اعراض اللي هي عامه. نعم. الاعراض اللي هي عامه كتكون هي العيا. اييه الوليد كيكون عيان، كيكون سخانه، نعم، كيكون يعني النشاط ديال الوليد ما كيبقاش كيف العادي. يعني الوليد كيلعب ديما كيلعب، كتقل حركته، كتقل الحركه ديالو، كيولي عيان باغي ينعس، الشهيه ما كتبقاش. دونك هاد الامور هادو كتقدر تكون عامه في جميع انواع السرطانات. نعم. اجي نتفصلوا في هذه النقطه، الله يعطيك الخير. ملي تنتكلموا على ان الوليدات حنا كتعرفي ومن اي سن، يعني واش من الرضاعه حنا غاديين، او كاين شي سن اللي كتقدر تبان في هذه المساله هذه؟ علاش سولتك هذا السؤال؟ لان كاينين سيدات اللي غتقول لك مثلا انا ولدي مع السنين ملي كيدير سنان راه كتكون سخانه، تيكون العيا، تيكون شاحب، شهيته كتمشي. يعني حنا تنسمعوا هذه الامور هذه. فهادشي اللي سولتك انا، واش من اي عمر؟ واش هاد الاعمار كلها من الرضاعه حنا غاديين، او كاين شي عمر؟ هادو الاعراض كلها، لانه سرطان الدم هو كيصيب جميع الاعمار من الزياده. نعم. يعني من لا نيسونس حتى ل 15 عام. نعم. هادو هما اطفال، وإلا درنا من 15 عام ل 19 عام هادو لي زادوليسون، صح، كيدخلوا في الخانه ديال المراهقين. نعم. وحتى هما كاينين كي كنقولوا حنا دي زيكول اللي العلاج ديالهم كيقدر يكون ما بين بروتوكولات ديال الاطفال، نعم. او لا بروتوكولات ديال الكبار كذلك. نعم. على حسب كيبقى، لانه حنا في الادويه كيبقى ديما الوزن ديال الوليد هو اساسي، اللي عليه كان الوزن والعمر هو اللي كنمشيو على النوع ديال الادويه اللي كياخذ. ممتاز. دونك كيف قلت لك هاد الاعراض هادو كيقدروا يكونوا من الزياده حتى ل 19 عام. نعم. امتى في هاد الاعراض، حنا قبل ما نمشيو للاعراض اللي خاصه بكل نوع السرطانات، امتى هنا الام ملي كتشوف هاد الاعراض انها خاصها تمشي عند الطبيب؟ واش ملي كتطول، او لا ملي كتبدا تجي كل مره، او لا مجرد ما تجي؟ ملي كتكون مصاحبه لهاد الاعراض اللي هي خاصه لكل مرض. يعني هما حنا غادي نبقاو غادي نفصلوهم كل واحد كل نوع السرطان غادي يكون عنده. نعم. الوغ الا هضرنا على سرطان الدم، نعم، الوغ سرطان الدم والغدد اللمفاويه. دونك كاين سرطان الدم بوحدو اللي لوسيمي او هي اللوكيميا، وسرطان الغدد اللمفاويه اللي هو الليمفوما. دونك سرطان الدم حتى هو فيه انواع. نعم. والليمفوما حتى هي فيها انواع. نعم. القاسم المشترك بيناتهم هما الاعراض ديالهم. نعم. الوغ اللوكيميا، يعني اللوكيميا معناتها انه سرطان دم، يعني سرطان كيصيب الخلايا اللي هي خلايا الدم. نعم. اللي هي الكريات حمراء، كريات بيضاء، والصفائح. نعم. يعني حنا ملي غادي نهضروا على الاعراض اللي كتصيب هاد الناس هادو، يعني عندها علاقه بهاد الخلايا. نعم. جونغ الا كان يقدر يكون هاد الوليدات عنده فقر الدم، وكيمشي حتى فقر الدم حاد. نعم. وهاد فقر الدم هذا ما كيجيش ماشي بشويه ماشي مزمن، حيت كاين فرق ما بين حاد فقر الدم الحاد وفقر الدم المزمن. نعم. الوغ اللي خص يعرفوا الوالدين سي كو فقر الدم الحاد يعني الوليد ما عليه ما به، ما عمره ما كان كيعاني من فقر الدم، وحتى واحد النهار ما بين دان سولكو في اقل من اسبوع ولا ابيض ولا سخفان كنقدروا نديروا التحليله كنلقاو فقر الدم كثير. دونك هاد الامور هذا هو الحاد. نعم. اما المزمن اللي حنا كنعرفوه اللي كيكون ناقص في الحديد او لا شي حويجات اخرين، الوغ هذاك كيكون وليد معروف انه ما كياكلش مزيان من شحال عام عامين، يعني هادشي كيكون طويل. نعم. كيكون مره كيبان الام ديالو راه ابيض شويه، مره كيكون مزيان مره. دونك على اعوام. اما فقر الدم الحاد يعني في الاسبوع ديالو تيبانوا الاعراض اللي هي حاده، وما بينها هي اعراض ديال فقر الدم. دونك الشحوبه، كيف قلنا قله التركيز، الوزن كينقص، يقدر يكون الاظافر ما كتكونش كتولي كتكسر، سقوط الشعر. دونك قله الشهيه كثير اكثر من القياس، الوليد غير ناعس ما كيبقاش نهائيا يتحرك.
دونك هادو اعراض ديال فقر الدم. يعني فقر الدم حاد، يعني الاكسجين ما كيدوش في الوليد، ما عندوش دونك الحركه ديالو كتنقص. صح. غادي نشوفوا الاعراض، كيقدر يكون اعراض واحده اخرى عندها علاقه بالصفائح. الصفائح يعني صفائح ناقصه. نعم. صفائح ناقصه. دونك في سرطان الدم كتقدر تكون صفائح ناقصه وكريات بيضاء ناقصه وكريات حمراء ناقصه. وهذا شنو السبب ديالها؟ هو انه الخلايا السرطانيه بحال التكوين ديالها كيفوت اولا كيغلب على التكوين او الانتاج ديال خلايا عاديه. نعم. وهذا الشيء اللي كيخلي انه كيكون فقر الدم، نقص في الصفائح ونقص في الكريات. نعم. الوغ نقص في الصفائح هو نزيف. نقص في الصفائح هو لو سيمبتوم ديال النزيف، وماشي نزيف عادي، ماشي نزيف عادي، نزيف اللي كيكون كثير وكيكون يعني الوليد كيبدا يرعف دغيا بزاف. كيبدا بدون سبب. بدون سبب كيبدا يرعف، كيكون الرعف كثير ويقدر يرعف من جوج النيف ديالو بجوج. حتى هنا كيكون الوالدين عاوتاني كيكون عندهم واحد اللبس ما بين الرعاف ديال الحساسيه والرعاف ديال السرطان. نعم. اجي نفسروا بشكل كبير باش هكا تكون الصوره اوضح ان شاء الله عند كل مستمع ومستمعات اللي اكيد مرحبا بالتواصل ديالهم على رقمنا اللي هو 0522 36 0536. تفضلي. الوغ ملي كنهضروا على الرعاف اللي متعلق بالسرطان، يعني ما كيكونش واحد الرعاف ايزولي يعني بوحدو. نعم. يعني كيكون رعاف كيجي معاه فقر الدم اولا كتكون معاه سخانه. نعم. اولا كيكونوا كيكون العيا، كيكون الوليد ما كيبقاش كيدير الانشطه ديالو. دونك هذا كيقدر يكون عنده علاقه بالسرطان ديال الدم. اما الرعاف اللي كيكون عنده علاقه، الرعاف اللي كيكون كيجي غير مره وكيمشي، اولا عنده علاقه مع الحساسيه ديال الوليدات حيت كاينه. نعم. اولا كيكون قليل، كيكون كميه قليله وكيكون الوليد سكون ابل بيان بورطون. يعني وليد عادي كيلعب كياكل كيمشي لهنا كيقرا، يعني عنده الامور عاديه ما ضره حتى شي حاجه وكيقدر يرعف. دونك هذا كتكون عندها علاقه بالحساسيه. نعم. اولا بحال هكا الا كان البرد كثير اولا هذا كيخلي انه دوك العريقات ديال النيف ديالو كيطرطقوا. نعم. وكيكون داك شي واحد السيلان ديال الدم اللي هو قليل ودغيا كيكف. دونك هذا هي لا ديفيرونس. نعم. هو انه الوليد تيكون الحمد لله في صحته مزيان، ما عيانش ما مريضش ما ضر حتى حاجه. باغ كونطخ سرطان الدم يعني كيكون اصلا الوليد عيان شحال د الوقت، واحد الاسبوع هو فيه سخانه ولا واحد الاسبوع هو عنده فقر الدم حاد يعني، والحالات ديالو غاديه وكتدهور غادي وتعيا نهار على نهار، مره كيقدر كيكون عنده الم د العظام على حسب الوليدات. هذا دونك هذا هو الفرق ما بين سرطان الدم نزيف عنده علاقه او سرطان الدم او لا الرعاف عنده علاقه بالحساسيه. حنا ملي نتكلموا على النزيف، واش كيكون النزيف فقط على شكل رعاف لا اولا كيكون في شكل اخر في مناطق اخرى؟ كيقدر يكون رعاف، كيقدر يكون على حسب الحده ديال المرض. نعم. كيقدر يكون رعاف، كيقدر يكون الا كان الوليد كيحك سنانو باغ اكزومبل نزيف ديال اللثه، دونك كيقدر يكون نزيف ديال اللثه. كيقدر يكونوا بقع يا اما على شكل نقط حمراء كتكون في الذات كلها، بحال اللي كنشرحها كنقول بحال شديتي ستيلو حمر وبقيتي كتقطي به هكا في اللحم ديالك. كنسميوهم دي بيتيشي. هادو هما علامات على انه الصفائح ناقصين. اولا كتكون شي بقع زرقاء اللي كتكون في الذات حتى كتلقيها في الجسم ديال الابن ديالك اللي هو ما طاحش. فوالا لا ماشي ماشي ديك الزروقيه اللي حنا نورمالمون ملي كتضرب مع القنت ديال الطبله ولا شي حاجه كيكون عندك هذيك الزروقيه، ولكن هذه زروقيه اللي كنشوفوها عند الوليدات ما طاحوا ما ضربوا ما حتى شي حاجه بوحدها ناضت بحال هكاك حتى بانت. دونك هادو حتى هما اعراض ديال الصفائح اللي هما ناقصين. ابخي كيقدر يكون كيف كنقول لك على حسب الحده ديال هذا النقصان الصفائح. كيقدر يمشي النزيف حتى البول ديال الوليد كيولي بول فونسي، ما كيبقاش ديك البوله ديالو اللي هي صفراء خفيفه، كتولي مايله كي كنقولوا اتاي بحال هكاك بحال اتاي مشحار ولا وكيقدر يبان لينا شي خويطات ديال يعني الدم بني غامق. يقدر يبان لنا شي خويطات ديال الدم في الخروج ديالو. نعم. دونك هادو كلها اعراض ديال اللي عندها علاقه بنقص بالصفائح واللي هي كتمثل لنا نزيف. نعم. هاد الاعراض اللي تكلمتي عليها
واش ملي كتجي مجموعه؟ لا. نعم. دونك هاد الاعراض هذه كتجي على حسب الحده ديال النقصان، كيجي واحد اولا يقدروا يجيو كاملين ياك. نعم ايفيكتيفمون. دونك اللي حنا اللي كنشوفوا بزاف هما هذوك النقاط الحمراء، هما اللي كتبان لينا، هما اللي اول حاجه الام ولا الاب كيقدروا بحال دابا دخلت غتبدل ولدها ولا شي حاجه كتبان ليها بانه كاينين نقاط حمراء اللي عندها في الذات ديالو ما عمرها ما شافته. نعم. دونك هذه كتخليها انه كتمشي انها ديه للطبيب في اسرع وقت ممكن. نعم. هنا ملي تنتكلموا ان شي حاجه كنشوفوا على الجلد غيكون اول شيء كيمشيو عند طبيب الجلد اولا طبيب الاطفال. اون جينيرال طبيب الاطفال اولا طبيب عام. نعم مزيان. دونك هادوك علامات كلها كتدل على نقص الصفائح اللي كيدل على ان كاين نقص حتى في الكريات الدم ديال الحمراء وكذلك الكريات البيضاء، واللي كتدل على انه يقدر يكون سرطان. داكشي علاش خاصها تشوف انه الواحد خاصو يمشي عند طبيب في اسرع وقت ممكن ويداروا التحاليل. نعم. يعني هذه اهم حاجه كنوصيو عليها. خاص ضروري تكون تحاليل، لانه بتحاليل باش غادي نعرفوا واش كاين هذا النقص ولا ما كاينش، اولا شنو باش نقدروا نحلوا شنو السبب ديال هذه الامور هذه اللي كنشوفوها عند الوليد. نعم. واش بهاد الاعراض كلها كتقدروا تجزموا انه كاين سرطان ديال الدم، ولا شي مرات تقدروا ان يكون هاد الاعراض وما يكونش سرطان دم؟ يقدر بحال دابا الصفائح كيف قلت لك بانه ملي كيكون سرطان الدم هما واحد الاعراض اللي كتكون كتجمع. نعم. سكون ابيل حنا ان سيندروم، يعني خاص تكون هادي وهادي وهادي، خاص يكون بزاف د الحويجات اللي حنا كنجمعوهم باش هما كيقولوا سانو زوريونت، حنا كيوجهونا تيقول لنا اتونسيون راه خاصك تشك. حنا ملي كنشوفوا بحال هكذا كنقول لها عندك راه خاصنا نشكوا في السرطان. نعم. دونك حنايا كنشكوا فيه وكنديروا التحليله باش نعرفوا الامور كيفاش دايره. مي الا كانت هاد الاعراض اللي هي متفرقه هنا ما كيكونش عندنا الشك هو الاول في السرطان. يعني بحال دابا الوليدات كيف ما قلنا انه نزيف لانه يقدر يكون عنده حساسية. علاقه مع الحساسيه، كيقدر شي وليدات اللي حتى هما يكونوا عندهم هذوك البقع الحمرين ولكن حتى هو وليد إلي بيان بورطون، يعني الحمد لله صحيحته ما فيها حتى شي حاجه، ولكن عنده هذوك النقط في الجلد ديالو. مني كنديروا التحليله كنلقاو افكتيفمون بانه الصفائح ناقصه. نعم. ولكن هنا كنقدروا نشكوا في حوايجات اخرين، جونغ اون انفيكسيون، واحد التعفن اللي دار ليه بحال هكذاك، اولا التهاب اللي كيقدروا يدير لنا هذا النقص في الصفائح. ماشي بالضروري يكون سرطان. نعم. حنا كنأكدوا انه كيكون العيا التيراسيون ديتا جينيرال، يعني كتكون الوليد كيكون عيان كيبدا كتشوف فيه كيعيا بشويه بحال كنقول كيدبال قدامك. فوالا كيدبال. وحويجات اخرين سيكو كتبداي تشوفي كل مره كيبان واحد العلامه. نعم. يعني كيجيو متصارعين اولا مباعدين. في سرطان الدم كتكونوا متصارعين، يعني نعم. دغيا ما او بو دو اسبوع 2 الاسابيع كنقدروا نجمعوا بزاف كيبانوا هاد الاعراض كاملين. دونك سلام ان شاء الله للجميع. من جديد مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، مرحبا دائما بالتواصل والتفاعل ديالكم. كنتكلموا على سرطان الاطفال، وخدينا الجزء الاول كنتكلموا ربما وقيلا نخصوا اجزاء لان الوقت يلا غيكفينا نتكلموا على سرطان ديال الدم صراحه. نوع واحد واللي هو الاكثر انتشارا والاقل انتشارا في بين السرطانات، يعني ربما معادله عكسيه ما كاينه، يعني انا ملي تنتكلم فوالا هو عند الاطفال هو الاكثر، هو اللي الأكثر. يعني كنقدروا نقولوا 22% نعم. ديال سرطان الاطفال هي سرطان دم حاد. نعم. تكلمتي لي قبيله على مجموعه من الاعراض وتكلمنا على ان كاين اعراض منها الا جات بشكل عادي والوليد في الصحيحه ديالو هذا تقدر انها ما تكونش سرطانات، تكون كتوجه لاشياء اخرى، ولكن الا تجمعت هذه الاعراض كلها اللي ذكرنا والصحه ديال الوليد غدا وتتنزل وهذا لا خاصنا نشكوا في هذا الامر. قلتي لي مازال كاينين حوايج اخرين. مازال ما هضرناش على المناعه او لا المناعه ديال الوليد حيت هي ضروريه اكيد واللي عندها علاقه بالسخانه. نعم. الوغ الوليدات اللي كتجيهم السخانه اللي كتطول عندهم السخانه، يعني اكثر من 10 ايام بحال هكذا، دونك 10 ايام 15 يوم، واللي هي كتقدر سخانه تكون ما عندهاش حتى شي كوز، حتى شي سبب. يعني الوليد جاتو السخانه المره الاولى مشى عند الطبيب قلبو شخص هذا خدا لونتيبيوتيك ما لقى والو، يعني الطبيب صغيف اننا كتكون عندنا سخانه وما كنلقاو حتى شي حاجه. نعم. اولا
كتكون عندنا السخانه افيك دي انفيكسيون ا ريبيتيسيون، يعني تعفنات كل مره. وشنو يعني؟ بحال دابا هاد المره مشى عنده الحلاقم، ها هو طبيب شاف عنده الحلاقم، عطاه الدواء ديالو، مشاو الحلاقم ما بين يومين 3 ايام هاد الحلاقم ما براوش، اولا هاد الوليد دارت نوع اخر من التعفن، جونغ دار اون انفيكسيون اورينير، يعني تعفن ديال البول ديالو. دونك عاوتاني غادي يمشي، يعني سكون ابيل دي انفيكسيون ا ريبيتيسيون. دونك هاد الامور هذا خاصنا نشكو مع ارتفاع السخانه، مع السخانه. والسخانه ماشي هي عاديه، ماشي سخانه ديال 38 ونص، يعني هي سخانه ديال 40 وما كتحبش وما كتهبطش. نعم. دونك هاد الامور هذا خصنا نشكو ونديروا التحاليل. حنا ديما اللي كنصحوا به حنا هو انه فيما تكون شي سخانه مطوله عند شي وليد خاصنا نديروا التحليله ديال باش نشوفوا الخلايا ديال الدم. وهي اللي كانت التحليله اللي تنهضر عليها هي ديك التحليله اللي العاميه كنعرفوها بتحليله فقر الدم. نعم. او بتحليله المناعه، سميتها لا نيميراسيون فورميل سانغين. نعم. هذه معروفه لي لابوغاتوار كلهم كيعرفوها، لي ميدسان كلشي كيعرفها. دونك انا اللي كنطلب انه اي طفل عنده سخانه مطوله يعني اكثر من 10 ايام ديال السخانه خاصو ضروري دير هاد التحليله هذه. دايوغ راه لي ميدسان ديالهم كيطلبوها ليهم باش هنا كنحيدوا هذاك الشك ديالنا واللبس ديالنا، واش هذا غير تعفن عادي او لا عنده علاقه بسرطانات. غير هو كيف قلتي ان كاين بزاف الناس اللي مثلا غيجيهم هاد السخانه مع مثلا كيف الحلاقم او شي حاجه او الودنين او هذا، وغيمشي عند الطبيب غيعطيه الدواء ديالو. يقدر الطبيب ما يقولش ليه هاد التحليله، مي الوالدين يحاولوا انهم يطرحوها. لا كيف قلت لك ممكن هذا ممكن. ثاني حاجه اللي ممكنه هي انه الا كانت سخانه المره الاولى وعطينا لونتيبيوتيك وصافي الطبيب شافو لقى عنده حلاقم باغ اكزومبل، غيعطيه لونتيبيوتيك ديالو عادي ما كاينش مشكل. ولكن هاد السخانه مني كطول، واخا افيك لونتيبيوتيك هاد السخانه ما تتهبطش. هنا راه الطبيب ضروري كيطلب من حيت نورمالمون ملي كنمشيو عند الطبيب وكيعطينا لي زونتيبيوتيك بور لي زونفون ولا الدواء، راه كيطلب منا كونترول، كيقول لك السيمانه الماجيه جيبوا لي بور ان كونترول. صح. دونك ديك الساعه في هذاك لو كونترول مني كيشوفوا الطبيب كيشوف بان الوليد ما تحسنش، بالعكس باقي نفس السخانه او لا قدر الله تزادوا اعراض اخرين فوق هذاك الشيء اللي كان شاف في المره الاولى، هنا ضروري الطبيب راه كيطلب التحليله باش كيشوف المناعه ديال الوليد كيفاش دايره. وهذا الشيء علاش ضروري داك الكونترول، لان كاين بزاف للاسف لا في الوالدين لا في الناس الكبار كذلك، ان كيشوف الانسان الحاله ديالو تحسنت شويه كيقول لك ما كاينلاش. لو كونترول ضروري، لانه هنا فين الطبيب تيحكم واش خاصنا نكملوا واش خاصنا نحبسوا، واش كاين شي حاجه جديده اللي هو تقدر الطبيب تبان ليه وحنا ما تبانش لينا. دونك لو كونترول كيبقى اساسي، وفي الغالب كيكون مجاني. مجاني يعني الانسان ما فيها باس. هي ديما انا ما فهمتي باش تاكدي انت ديما كيكون مجاني لو كونترول باش انت تاكدي. سخانه واحد السين او واحد العلامه اللي ما خاصناش نستهنوا بها، خاصه الا طولت شويه. ملي كطول الانسان يرد باله لهاد المساله هذه، او ملي كتكرر مع تعفنات وكناخذوا العلاج وكتعاود عاوتاني ترجع. فاللهم اني قد بلغت، اللهم فاش هذيك هذا الامر هذا باش الناس ترد البال لهاد الاشياء، لان ولينا تنشوفوا ان وليدات كنقولوا كنسمعوا حتى في الوسط العائلي تنقول هذا الوليد مرض، يعني كيمرض بزاف، فما نستهنوش بهذا الامر. ماشي يمرض هذا الشهر ويداوى ويبرى وحتى الشهر الجاي او لا شهرين ويمرض عاد حنا غنبداو نشكوا في السرطان. نعم. لا يعني في ديك الساعه في هذاك الوقت في هذاك الاسبوع حنا قلنا انه اسبوع يعني كتدار. فوالا يعني بحال هكا الوليدات اللي كيكونوا بحال دابا هذا الشهر جونغ جاتو الحلاق هذا الشهر، من بعد شهرين جاتو حرق البوله من انفيكسيون اورينير، من بعد 3 شهور جا اسهال، هذا ما عندوش علاقه بالسرطان. هذه كتقدر وليدات كيكونوا هكا كتكون المناعه ديالهم ضعيفه وكل مره كيكونوا كيمرضوا. حنا كنتكلموا ان الامور كتجي متسارعه، داكشي متسارع و اونشيني متسلسل وحده مره وحده. فوالا السلام ما شاء الله للكل. دونك هادو هما الاعراض اللي كاينين. نزيدوا حاجه؟ يلا زيد. في اطار التحسيس والتوعيه بطبيعه الحال. نزيدوا سكون ابل الولسيس. الوغ في سرطان الدم الحاد كيكونوا عاوتاني شي حويجات اللي كيبانوا من غير هاد ثلاثه الاعراض، ثلاثه الحويجات، هاد الثلاثه الاعراض اللي كنا ولا ثلاثه العلامات. كاين تضخم ديال العقد اللمفاويه او لا كنقولوا حنايا الولسيسه كتكبر. الوغ خاصنا نعرفوا بانه الولسيس هو اولا لي غونغليون هما واحد الاعضاء اللي هما كينتميو للجسم ديالنا واللي هما ضروريين ومهمين، حيت هما فين الخلايا ديال الدم او الخلايا ديال المناعه كيكملوا النضج ديالهم. نعم.
يعني بحال يعني غنقولوا هذاك الولسيس هو عضو اللي كيعاون في المناعه ديال الذات. نعم. وكاين غيكونوا بزاف الامهات كيلاحظوا بانهم عندهم شي وليدات عندهم ديما كيلقاو شي ولسيسه منفوخه جهه عنقهم ولا جهه الحجر ديالهم. مهم هاد الولسيسه كتكون منفوخه، غير هاد الولسيسه ما كتكبرش ما كتبدل ما والو، هي ديما منفوخه. نعم. الوغ هادشي عادي. نعم. انه تكون ولسيسه ديما منفوخه، لانه هذيك الولسيسه راه هي اللي كتحمي، هي المناعه ديال الولد. سبحان الله. داكو. الوغ في السرطانات كاين بعض المرات، ماشي ديما، سكون ابل ان سيندروم تيمورال، يعني ماشي ديما، ماشي في السرطانات كلها، نقدروا نقولوا 60% بحال هكذاك، اللي كيقدر هاد الغدد هادو كتنتفخ. نعم. دونك حنا لو سين الالارمون، العلامه اللي غادي نقولوا فيها هي انه ولسيسه ما عمرك ما شتيها او لا كانت، ولكن كانت ديما في نفس الحجم ديالها، كتلاحظ انها كتكبر. نعم. غادا وكتكبر كتكبر وكتكبر بطريقه ماشي بشويه، يعني بطريقه سريعه. نعم. يعني تقدر الغد ليه يومين هي كان فيها 2 سنتيمتر تولي فيها 4 سنتيمتر ولا 5 سنتيمتر وكتولي كتبان. دونك هذا الامر هذا حتى هو كيخصنا ضروري ننتجئوا للطبيب في اسرع وقت ممكن. نعم. ربما الامور اللي كتكون باينه الوالدين ما تيغفلوش عليها. حنا ملي نتكلموا على هذه الاعراض كلها، لان كاين اعراض تتشابه مع اعراض ديال الامراض اخرى. هادشي علاش اللهم الانسان يحيد الشك. سي فغي ملي غنتكلموا على العلاج غنتكلموا حتى على التكلفه ديال العلاج ديال السرطانات شويه مرتفعه. للاسف سي فغي كاين بزاف ديال الامور، بزاف ديال المجهودات. غنتكلموا على هذه النقطه هذه في اشارات بسيطه جدا، لان ماشي تخصصك او تخصصي، فقط نعطيو غير اشارات بسيطه، مي معليش. دونك هذوما الاعراض. الناس غتبغي تعرف دكتور مريم، ملي تنتكلموا على السرطانات منين تتجي، شنو السبب؟ على السرطانات، سرطانات الاطفال، وحتى الا جمعنا على سرطان الدم اليوم، الا جمعنا سرطان الدم سواء الاطفال ولا الكبار بجوج، ما عندهمش سبب مباشر. نعم. ماشي بحال نعطيك مثال، بحال دابا سرطان الرئه كنقولوا راه التدخين هو عامل اساسي في انه الواحد كيتصاب بسرطان الرئه، ولكن سرطان الدم ما عندوش عامل مباشر او لا سبب مباشر اللي كيخلي انه هذا الانسان وماشي هذا، ولا هذا الشخص ماشي هذا الشخص هو اللي كيتصاب. مي كاينين اسباب غير مباشره او لا اللي محيطه، كتقدر تكون محيطه بالمريض، واللي ممكن انها تكون كتادي لهاد كنسميهم دي فاكتور بريديسبوزون. نقدروا كنقولوا كثره استعمال المبيدات الحشريه او المواد الكيماويه كيقدر حتى هو يكون ما بين المسببات. نعم. يقدر. نعم. كنقدروا نقولوا التعرض للاشعاعات حتى هو يقدر يكون ما بين المسببات. التعرض لتعفنات، يعني وتعفنات اللي كتكون ماشي سهله. نعم. يعني التعفنات اللي كتكون صعيبه بالنسبه للناس الكبار، بالنسبه للوليدات الصغار تعرض الاباء لتعفنات، وتعرض الاباء للاشعه، او لا بحال دابا كنقولوا او لا لي بارون بحال دابا المواد الكيماويه، استعمال المواد الكيماويه في الحياه اليوميه ديالهم. كاين الناس اللي كيكونوا خدامين في معامل ولا هذا اللي مفروض عليهم انه دونك يعني كيديروها بلا احتياطات، لان اكيد في المعامل وهذا كتكون واحد الاحتياطات اللي خاصها. داكشي علاش ضروري الاحتياط ملي كنكونوا كنستعملوا هاد المواد. نعم. لا بالنسبه لي لباس خاص، كاين بزاف ديال الحاجات، لي غون اللي دينا او لا لي ماسك او لا لي لونات العينين. دونك هاد الامور هذا ضروريه، يعني كيخلي هاد المواد هذه كتخلي انه يكون احتمال الاصابه بسرطان الدم لا الشخص بنفسه ولا لا ديسوندونس، يعني الوليدات ديالو سورتو الا كانت المراه حامله. دونك المراه حامله ولا هذا كيكون لو ريسك. كيقدر كيف قلت لك تعفنات. وبالنسبه للاطفال، كاينين واحد كنسميوها اون بريديسبوزيسيون جينيتيك، يعني جينيه، ولكن هي كتمثل الوراثه زعما 10%. نعم. كاين واحد الانواع ديال الامراض الجينيه اللي هي قليله بزاف، سي دي مالادي غاغ 0.، ماشي زعما تا هذا، مي كاينين الا كانت في لا فامي. نعم. كيقدر انه شي وليدات يكون عندهم الاحتمال انهم يتصابوا بسرطان الدم.